يا جماعة عارفين الفيديو بتاع لويس انريكي وهو بيكلم امبابي اللي هو ده؟ طبعا معظم في ناس عارفاه بقى، بس الناس اللي ما تعرفوش هقول لكم هو ايه قصته دلوقتي. المهم بقى قصة الفيديو ده عشان الناس اللي ما تعرفش، هو كان عامل محاضرة لامبابي علشان يقول له انك لازم تدافع، لازم تبقى زي ما دورك الهجومي قوي، وانه عارف انه من اجمد اللعيبة في العالم في الهجوم، فانا عايزك تقوم بدورك الدفاعي، لان الكرة دلوقتي لو انت دورك الدفاعي مش زي دورك الهجومي فانت عقبة بالنسبة للفرقة بتاعتك. فكان بيقول له ان الاسطورة مايكل جوردن، وهو عارف ان امبابي بيحب مايكل جوردن اسطورة الباسكت، فبيقول له ان كان بيدافع وكان هو اصلا الحافز ان الفرقة بتاعته تقوم بادوارها الدفاعية، رغم انه كان نجم النجوم يعني رقم واحد. والمهم هو طبعا بعد ما امبابي مشي خد تشامبيونز ليج لويس انريكي. قصة مش في مبابي، قصة تعالى اقول لك ايه اللي انا عايز اوصله لك من الفيديو ده. فهنا لويس انريكي كان بيواجه مبابي بالواقع، وبيقول له ان القائد لازم يقوم بادواره الدفاعية قبل ادواره الهجومية اللي مطلوبة منه. بس ليه هو كان انريكي مصمم على كده؟ لان دلوقتي الكرة الحديثة كلها نظم معقدة، الكومبلكس سيستمز، وهي ان المدربين الكبار يا صديقي ما بقوش يشوفوا ان الفرقة آلة وفيها تروس منفصلة، لا، الفرقة كائن حي. اه بالظبط زي ما بقول لك كده، كائن حي كامل، كل الأجهزة اللي فيه متصلة ببعض. المهم بقى يا سيدي هتقول لي يعني ايه الكلام ده؟ طب فسر لي أكتر. فنظرية النظم المعقدة بتتكون من 3 حاجات، وهو هحاول ألخصهم لك ل3 حاجات بساط. فرقم واحد يا صديقي هي إن الكل أكبر من مجموع الأجزاء. بس تبسطها أكتر صح؟ إن الكورة نظام غير خطي، يعني 1+1 مش بتساوي 2. يعني مبابي يا صديقي موهبته 100% معاك، بس لو مش متناغم مع الفرقة في المنظومة الدفاعية فالمحصلة هتكون صفر أكيد. فالتناغم يا صديقي هو اللي بيخلي فرقة متوسطة تغلب فرقة فيها نجوم عادي جدا مستريح. أما بقى الحاجة التانية يا صديقي وهو إن اللاعب كهولوجرام للفريق. وهبسطها لك صديقي، يعني كل جزء اللي هو اللاعب لازم يحتوي جواه على خصائص النظام الأكبر اللي هو الفريق. يعني هجيبها لك بالبلدي من الآخر، كل لعيب لازم يكون فيه جينات النظام بتاعت الفرقة اللي بيلعب فيها. يعني فرقة هويتها اللي هو الضغط العالي، والنظام بتاعها بيلعب على الضغط العالي. ما ينفعش لعيب هجومي يبقى عنده الكسل انه يضغط، او يبقى عنده شرس على الكوره، فاهم؟ ما ينفعش ما يبقاش ما عندوش كده، لان كده يبقى يكون النظام كله وقع. زي مبابي في الضغط العالي احنا ماشي، ممكن هجوميا هو جامد، لكن من هويتنا كفرقه زي ما هي بتهاجم بضغط عالي احنا برضو بندافع وبنحاول نستخلص الكرة بسرعة في الضغط العكسي. لازم تكون موجودة عندك الجين بتاع الفرقة ده، لو مش موجود عندك فاحنا كده بنهد كل حاجة. فهنا مبابي لازم يكون هولوجرام لروح الفريق الدفاعية، يعني هو هولوجرام في روح الفريق الهجومية، بس في روح الفريق الدفاعية هو ما فيهوش الجينات اللي تخليه يبقى في فرقة عندها الدفاع زي الهجوم. يعني انت بالنسبة للمدرب في الليفل ده فالنظام بتاعه بيقع، لان هو بيلعب بالفرقه ككتله واحده، ما ينفعش لعيب عايز الفرقه كلها تتسخر له. اما بقى التالتة وهو ان الكوره نظام مفتوح وعلاقات. يعني ايه يا صديقي؟ يعني كان مبابي مثلا هو مش في حاله عزله، لا، هو في حاله تبادل معلومات مع زمايله والخصم. يعني لو ما اداش دوره في الضغط او في الدفاع فهو بيكسر النظام وبيخلي فرقته مكشوفه. يعني لما انا اجي اضغط اللي ورايا هيضغط ورايا، واللي ورايا هيقفل ويوازن الفرقه. فلازم كلنا شبكه مع بعض متصله ببعضيها، سواء في الضغط او سواء في البلوك او الدفاع. يعني فالخلاصه يا صديقي، اللعيبه اللي لسه بتفكر بالمنطق القديم ده وعايزه تلعب لوحدها وشايفه ان موهبتها اكبر من غيرها، رغم ان خلاص ميسي بيعتزل، فانت خلاص اللي زيكو بينتهي في الكره الحديثه، او قليل قوي انه يعتمدوا عليه وليه وقته، مبقاش زي زمان. فانريكي هنا كان بيعلم مبابي المتعه الحياه بالنسبه للكوره دلوقتي، وهو اللي انت تبقى جزء فعال من الفرقه. ايوه، جزء فعال من الفرقه في النظام المعقد، مش مجرد ترس فاصل عن الفريق واقف مستني الكرة تجيله. كل حاجة وليها وقتها. انت صدقني لو انت كلاعب حاولت تبقى جزء فعال من النظام المعقد بتاع الفرقة هتلاقي سوء الحظ عندك قليل مش كتير، زي ما انت معتمد على حالتك انت بس لوحدك بتلعب لوحدك. كل ده بيصب اصلا في مصلحتك قبل مصلحة الفرقة. بس اللعيب اللي يفكر. عشان كده يا صديقي المسألة مش جري وبس وعافية، ولكن المسألة هي كيف تفهم من قوانين اللعبة من الآخر. كان معكم حازم زناد، حد بيحب يعرف الكورة بتلعب ازاي. سلام.